ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وسيشن جديده مع بعض في سلسله فيديوهات الاجازه، اللي هي ازاي نستغل الاجازه في تاسيس الاولاد في اللغه الانجليزيه، وازاي ابدا معاهم بعد ما اخلص الليترز كلها بالساوندز بتاعها. مفروض ان انا اعمل ايه؟ مفروض ان احنا هندخل على اول قاعده معانا في القواعد اللي هي الجرامر، ان احنا وان. تمام، هنشرحها للطفل اللي معانا بشكل مبسط جدا، وفي نفس الوقت هندي عليها يعني اكزامبلز كده خفيفة عشان لو سنه صغير، لكن لو سنه كبير هنزل لكم الاكسرسايز كلها على القاعدة دي. تمام، يلا بينا نشوف. طبعا هنا جايب لي الليترز بتاع الانجليش كلها ما عدا الليترز اللي بنقول عليها حروف شقية اللي هي الفاولز. ايه هي الليتر الفاولز؟ الاي والاي والاي والاو واليو. الخمس حروف دول بعرف الطفل ان هم حروف شقية شوية، فانا بتعامل معاهم بشكل مختلف. اول ما بشوف الكلمة معايا بادئة بحرف من الحروف الشقية ببتدي احط ان تمام قبلها. طبعا لازم الكلمة تكون مفرد. الشرح ده للماميز يا جماعة عشان انا بساعدهم، مش بشرح اللي هو كله انجليش في انجليش، لا انا بشرح للماميز عشان يكونوا فاهمين القاعدة كويس فيقدروا يوصلوها لولادهم. اول ما اشوف حرف من الحروف الشقية اللي انا اتفقنا ان هم 5 حروف اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو، اول ما بشوف الكلمة بدأ بحرف منهم ببتدي اختار ان وانا مغمض عيني. تمام. طيب لو الكلمة بدأ بقى بحرف غير دول، يعني خلاص مفيش بقى الخمس حروف دول نشيلهم وبقية الحروف بقى كلها اللي هما البي والسي والدي والاف والجي والاتش والكي والال وكل الحروف لحد الزد ما عدا الخمس حروف دول، مفروض ان انا بعمل ايه؟ مفروض ان انا بختار اللي هي حرف الاي دي. تمام. طبعا كل ده انا بتكلم على الكلمة لما تكون مفرد. يعني ايه مفرد؟ يعني ما ينفعش تبقى مثلا بتكلم عن كاتس كتير، قطط كتير، لا انا بتكلم عن حاجة مفرد. تمام. تعالوا نشوف مع بعض كده الامثلة اللي هو جايبها لي. هنا بيقول لي put a او an. طيب هنا بيقول لي اول حاجة lion اللي هو الاسد، ده اول حاجة اسم مفرد، يبقى هختار قبله اداة اللي هي الا او الان وانا مغمض عيني. بادئه بحرف ال والال مش من الحروف الشقيه اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم الفاولز دول. تمام، فمفروض ان انا هختار وانا مغمض عيني. طيب هنا اج بيضه اللي هي البضايه. تمام، اج دي اسم مفرد. تمام، يبقى انا المفروض اختار قبله او ان. هنا هختار ان. طب ليه؟ عشان الخط اللتر اللي لونه احمر الاي ده اللي شادد لي تحته اندرلاين ده، ده هنا من الحروف الفاولز، واحنا قلنا اي حاجة من الحروف الفاولز اللي هي الحروف الشقية ببتدي ان انا اختار ان وانا مغمض عيني. ننزل على اللي بعده. فأس اللي هو اكس. طيب اكس اولها ايه؟ اولها A. هختار A ولا ان؟ الاي ده من الحروف الفاولز اللي احنا اتفقنا عليهم من 5 حروف الشقية، فهنختار ان واحنا مغمضين. فش سمكة. اول لتر في الكلمة عندي اف، يبقى هختار A. طب ليه يا مس اختارنا A؟ لان الاف مش من الحروف الفاولز اللي احنا اتفقنا ان هي حروف شقية. تمام. هنا خفاش بات. طيب بات اوله حرف ايه؟ اوله حرف البي ده مش من الحروف الشقية، من الحروف الطيبة اللي هي بقية الحروف، فهختار A. دوج اول لتر في الكلمة ايه؟ دي، والدو مش من الحروف الشقية فهنختار A. بص بي من الحروف الشقية ولا لا يبقى هختار ايه. مروحة اللي هي فان. تمام، اولها اف فهختار ايه لان اف مش من الحروف الشقية. يبقى اهم حاجة هنا في الصفحة دي كلها ان الطفل كده كده اوريدي هو حافظ الحروف كلها، فهنبتدي نعرفه الحروف الشقية ونقول له كلمة فاولز عليهم. فما نيجي نسأله ايه مثلا هي الحروف الفاولز، هيقول لي الاي والاي والاي والاو واليو. تمام، اللي هم 5 حروف شقية. تعالوا نشوف هنا برضو نفس الفكرة، عايزني استخدم او ان. لو الطفل عنده من 5 سنين، من 4 سنين ل5 سنين، هنكتفي بالاكسرسايز اللي انا عملته في الاول. لو هو اكبر من كده تقدروا ان انتوا تزودوا بقى. هنا بيقول لي اتس نقط انت دي اللي هي نملة. تمام، مفروض هنا بدأ عيني على اول لتر في الكلمة، بدل عايز نختار او ان. ده طبعا من الحروف الفاولز فطبعا هنختار ان. هنا اتس كايت طيارة، الكي ده من الحروف الفاولز لا فهختار مين؟
it's boo. هختار ايه؟ ها، البي مش من الحروف الفاولز فهختار ايه. it's cake. السي مش من حروف الفاولز فهختار ايه. it's ball. it's a pool. ليه؟ علشان البي مش من الحروف الفاولز. it's not apple. it's an apple. ان ليه؟ عشان الاي اول لتر في الكلمة عندي من الحروف الفاولز الشقية. it's not arm. it's a arm ولا it's an arm؟ it's an arm. طب ليه؟ علشان الان هتيجي هنا لان الاي من الحروف الفاولز. it's not a book. it's a book على طول لان البي مفروض ان هو من الحروف اللي مش فاولز مش من الحروف الشقية. it's not a table. التي مش من الحروف الشقية فهناخد A. تمام، وهكذا. هي نفس الأمثلة، بركز على أول لتر في الكلمة معايا وبعد كده بختار. تمام، لو انتوا حابين ان انا اصور الاكسرسايز ده او انزله لكم PDF عرفوني في الكومنتز وانا هنزلها لكم. دي قاعدة الاي او الان بكل بساطة، ان انا ببص على اول حرف في الكلمة. لو بادئ من الحروف الفاولز الشقية بختار ان وانا مغمض. لو بادئ بقى باي لتر تاني من الحروف التانية اللي هي مش الشقية الطيبين اللي احنا مسمينهم الطيبين ببتدي اختار وانا برضو مغمض. تمام، هي الفكرة كلها في حفظ الطفل للخمس حروف دول، وبنقول عليهم حروف شقية، ولازم الكلمة تبقى مفرد ونأكد على الحتة دي يا جماعة. تمام، لان الحاجة الجمع ما بيتحطش قبلها لا ولا هي بتيجي مفروض قبل الاسم المفرد. دي قاعدة او ان. وزي ما قلت لكم لو حابين ان انا انزل لكم الاكسرسايز عرفوني وانا هنزله لكم PDF عندي. تابعوا سلسلة التأسيس حلوة جدا ومفيدة حتى لو هتراجعوا الاولاد القواعد منها. ما تنسونيش بلايك وما تنسونيش بصالح الدعاء لو مش هتعملوا لايك ولا كومنت. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد وعشان القناه تكبر بيكم ونوصل لاكبر عدد من الناس كلها ان هي تسمعنا والدنيا كلها تعرف ان احنا بنساعد الناس هنا. وانا تحت امركم في اي اسئله بخصوص التقديمات والحاجات دي كلها. مع السلامه.